معظم الفيديوهات اللي كنت بتكلم فيها عن الساعات كانت الساعات سعرها بيتخطى ال 200 و 300 دولار، وكمان ساعات بيتخطى الالاف الدولارات. بعض الساعات كانت بتبقى 100 150 دولار، ولكن دي كلها اسعار ممكن تكون غير مناسبه للبعض والاغلبيه. فعلشان كده كان في كذا حد بيكتب لي في التعليقات اتكلم لنا عن ساعات تكون احنا نقدر نشتريها، ساعات زي مثلا البا، زي كاسيو، زي ساعات تانية كتير ممكن تكون في البراندات او حاجات مثلا محليه تكون حاجات كويسه، حاجات مثلا ستايلش ينفع تتلبس، وحاجات تكون سعرها مناسب ان احنا نقدر نشتريها. فعلشان كده النهارده جبت لكم ساعه هتكلم عنها، ولكن قبل ما اتكلم عنها خليني نبدا في الفيديو كده حبه حبه. وعلشان كده عايزك تعمل لايك وتشترك في القناه علشان عايزين نوصل ل 20,000 مشترك اخر رمضان. رمضان كريم عليك. الساعه اللي هكلمك عنها انا متاكد ان انت تقدر تشتريها بنسبه 90%، مش هقول لك 100%. الساعه اللي هتكلم عنها هي ساعه ستايل التانك، وده بيكون دريسي، او بالذات اللي بيلبسوا الاستايلات دي في الساعات بيعملوا ستايل حاجه في اللبس اسمه الاولد ماني. ولو انت عارف او شفت فيديوهات كتير، ستايل الاولد ماني ده غالبا طلع ترند في فتره ما، وما زال في ناس بتحب الستايل الاولد ماني ده. الستايل الاولد ماني هدفه انك تلبس لبس بسيط ولكن يديك احسن شكل ممكن، ويكون اول انطباع اول ما تبص على الشخص اللي لابس الاولد ماني ده بيكون انطباع ممتاز ومريح للعين. وكمان الساعه في الاختيارات الاولد ماني بالنسبه لهم بتكون مهمه جدا، وغالبا اغلب الساعات اللي بيلبسوها في الاولد ماني زي ما قلت لك في الفيديو هي ساعات التانك. عندنا ساعات تانك زي ما قلت لك الدولسي فيتا، كارتيه موست او تانك، وكمان الريفرسو من جي ال سي. والجي ال سي ريفرسو دي هيكون ليها حلقه خاصه عن مين كان بيلبس شخصيه باتمان لو انتوا بتحبوا الحاجات دي. وانا من عشاق الريفرسو لان هي ساعه غريبه ومختلفه عن اي ساعه تانية. فانا علشان اجيب لك ساعه تكون ستايل اولد ماني، تكون دريسي عشان تلبسها، هكلمك في ساعه زي الكارتيه تانك. علشان تجيبها هيكون سعرها 5000 دولار علشان تبدا بحاجه ممكن تكون كمان افتر ماركت، يعني حاجه مستعمله مش جديده. فعشان كده انا جبت لك حاجه بديله للكارتيه تانك. مش هقول لك ان هي نفس الخامات ولا نفس الكواليتي بتاعت الكارتيه، ولكن هي نفس التصميم بالظبط. وفي الحاله دي احنا بنقول على التصميم ده او الساعه دي هي اوماج. والبراند اللي هنتكلم عنه النهارده او الساعه اللي هنتكلم عنها النهارده هي اسمها ابسو تانك. ولكن قبل ما ادخل في تفاصيل الابسو تانك، تعالى كده اديك نبذه على الكارتيه تانك او فكرتها اصلا جت من فين علشان يعمل تصميم الكارتيه تانك. وعلى فكره ناس كتير لبسوا الكارتيه تانك دي من المشاهير، من ضمنهم محمد علي كلاي. لو انت اول مره تشوفني فاعرفك بنفسي، انا معتز وبحب الساعات، وتعال نبدا الفيديو. ساعة تانك لوي هي مش مجرد ساعة، ولكن هي واحدة من أهم القطع في الموضة، ومعروفة إن هي أهم ساعة أيقونية في الأناقة. بالنسبة لفكرة الساعة، 1917 في عز الحرب العالمية الأولى، لوي كارتيه شاف الدبابات الفرنسية في الحرب العالمية الثانية رينو اف تي 17، فعجبه شكل الدبابة من فوق، واللي هي الكابينة اللي هي مينة الساعة، واللي بتكون موجودة ما بين جنزيرين اللي هو برضو مستلهمين من الجنزير بتاع الدبابة. و1919 كانت أول بيعة عليها. أول ساعة تانك كان اسمها نورمال. وبنيجي لمرحلة 1922 تطوير لوي. كارتيه حب يطور التصميم لنفسه، فخلى علبة الساعة أطول شوية ونعم الجوانب أحسن عشان يبقى شكلها أشيك وجذاب أكتر. ومن هنا ظهرت التانك لوي كارتيه. طب في شوية شفرات كده كارتيه بيعملوها علشان يتميزوا بيها من أول ما عملوا الكارتيه تانك، بتعرفها أول ما تبص عليها. أول حاجة فيهم حاجة اسمها ريل رود تراك، أو اللي هو الحديد بتاع القطر. ده بيكون عبارة عن مربع صغير كده جوه الدايل، بيكون فيه شوية خطوط صغيرة كده بتبين لك إن هو عبارة عن زي الحديد بتاع القطر اللي بيمشي عليه. تاني حاجه في ساعات الكارتيه وهو الكابوشون، بيكون عباره عن فص حجر كريم لونه ازرق او احمر، وده اللي بيكون محطوط في الكراون بتاع الساعه، وصراحه بيدي لمسه جماليه ممتازه جدا للساعه. اما بالنسبه للارقام اللي بتكون موجوده في الساعه فهي بتكون عباره عن ارقام رومانيه، وفي بعض المصادر بيقول لك ان في توقيع بيكون سري في الارقام الرومانيه دي، بيكون مستخبي في حرف الفي او الاكس بتاع رقم 7 او 10. اما بالنسبه للعقارب بتكون شكلها سورد او شكل السيف، وبيكون لونها ازرق، والازرق بتاعها جامد. وبمناسبه المشاهير، علشان هي كانت محبوبه جدا عندهم فزودوا لها شهرة كبيرة، ومن ضمن المشاهير اللي لبسوها جاكي كينيدي والأميرة ديانا والأسطورة محمد علي كلاي. وعلشان كده من أكتر الساعات المحبوبة في ستايل الأولد ماني هي الكارتيه تانك. فاصل سريع. ان شاء الله بكتب كتاب صغير عن فن اقتناء الساعات، وازاي تقدر تعمل اول كوليكشن ساعات ليك باقل تكلفه، وهيكون فيه كل التفاصيل اللي انت محتاجها، وهيأثر عليك طريق بحث طويل هكون مرتبها لك في الكتاب ده بشكل منسق. لو حابب تكون من اول الناس اللي يشتروا الكتاب ده، انا لسه شغال عليه ان شاء الله، وهحاول اخلصه قريب. هسيب لك لينك تحت الفيديو، هيكون في فورم او ابلكيشن املى فيها بياناتك عشان تكون اول الناس يوصل لك الكتاب اول لما اخلصه. بالظبط هي دي البيانات اللي هتظهر قدامك، وسعر الكتاب
الكتاب في الخصم هيكون بس $6، يعني ما يعادل 299 جنيه بالمصري. لو حابب تحمل الكتاب اول لما ينزل هعمل فيديو تاني اول لما اخلصه وهشرح فيه ازاي تحمل الكتاب. لو حابب اني اضيف اي سيكشن او حاجه معينه في الكتاب اكتب لي في التعليقات، اللينك تحت الفيديو. تعال نكمل. تعال اكلمك على مواصفات الكارتيه تانك ماست. والماست دي نفس الفيرجن بتاع تانك لوي ولكن اختلافات بسيطه خالص ما بينهم. فخليني اكلمك على تفاصيل الماست الاول. حجم الساعه بيجي 33.7 ملم في 25.5 ملم، والسمك بتاعها 6 ملم بس. الموفمنت اللي فيها هاي اتونومي كوارتز. الكيس بيجي من ستانلس ستيل، وزي ما قلت لك ان الارقام اللي في الدايل بتكون رومانيه، والستراب بتاعها بيجي من جلد التمساح. تاني واحده معانا اللي هي الكارتيه تانك لوي، والحجم بتاعها بيجي 38.1 ملم، والسمك بتاعها بيجي 8 ملم بس. بتيجي بموفمنت اوتوماتيك 1899 ام سي، نفس النظام. الاستراب بيجي من الجلد التمساح. اخر واحده معانا تانك ماست دو كارتيه، دي بتكون اكبر حاجه وحجمها بيكون 41 ملم في 31 ملم. بتيجي بموفمنت اوتوماتيك ميكانيكال، والكيس بتاعها من الستانلس ستيل وبيكون فيها شباك تاريخ. الووتر ريزيستنس في الساعات دي او مقاومه الميه بيكون بس 30 متر فقط. الكريستال اكيد بيجي من السفاير مضاد للخدوش، وزي ما قلت لك في الفيديو الحاجه اللي بتميز ساعات الكارتيه وهو الكابوشون اللي هو الحجر الكريم اللي بيكون موجود على الكراون من جنب الساعه. بس انا زي ما وعدتك في اول الفيديو انا جايب لك ساعه نفس تصميم الكارتيه تانك اللي هي سعرها ب $5000. هي برضو اسمها ابسو تانك، يعني واخدين مقلدين الاسم ومقلدين الشكل ومقلدين كل حاجه، ولكن هي ساعه كويسه سعرها لا يتخطى $20. وهكلمك دلوقتي على ابسو تانك. ولو انت شايف ان الوقت هيضيع وهتزهق من الفيديو لمصلحتك، يعني ممكن تقدم الفيديو بس لاخر الفيديو تشوف ان انت ممكن تشتري الساعه من فين، تشوف سعرها، تشوف اخر التفاصيل بس وبيجي معاها ايه، لان انا هكلمك على نفس التفاصيل، هي بالظبط نفس تفاصيل الكارتيه تانك ولكن هيختلف شويه خامات كده. فلو هتزهق يعني ممكن تجاري الفيديو للاخر كده وعلشان ما ازهقكش معايا، ولكن برضه هذكر التفاصيل عشان اللي حابب يعرفها. الابسو تانك بتيجي بنفس شكل الكارتيه تانك بالظبط، بيكون شكلها المستطيل او المربع اللي انت بتكون شايفه ده، ولكن التغيير اللي بيكون مش موجود في الابسو تانك اللي هو الكراون بتاعها ما بيكونش فيه الحجر اللي لونه ازرق او احمر. للاسف لو كانوا ضافوها كانت هتدي لمسه جماليه حلوه جدا لساعه الابسو تانك. الساعه بتيجي بمكنه ياباني كوارتز بتعيش معاك لغايه 3 سنين. الكيس بتاعت ساعه ابسو تانك غالبا بيكون معمول من الستانلس ستيل، ولكن مش متاكد هل هو الستانلس ستيل نظيف ولا لا. وبعض المصادر بتقول ان هي معموله من سبيكه ومدهون عليها فضي علشان بس ايه السعر يكون حنين ونعرف نشتريها بالسعر اللي هو $20. الكريستال بتاع الساعه بيجي بالمينرال، وكمان الووتر ريزيستنس او مقاومه الميه بتاعتها لغايه 30 متر، نفسها نفس الكارتيه تانك. ولكن خلينا انوه ان 30 متر ده ما ينفعش تغطس بيها، وكمان ممكن ما ينفعش تستحمى بيها، يعني تخلي بالك برضه. الدايل بتاع الساعه بيجي بلونين، في عندك الابيض وموجود عندك الاسود، ولكن انا شخصيا افضل الابيض لانه بيعمل كونتراست حلو مع اللبس وكمان مع لون ايدك فبيكون باين على اللبس. جوه الدايل بتاع الساعه كده في لمسه في النص معموله من ستايل الجيوشيه، وده بيديها لمسه حلوه جدا مع الاضاءه او حتى كمان في ضوء الشمس. واكيد زيها زي الكارتيه الارقام اللي موجوده فيها رومانيه. وكمان في التفاصيل بتاعه الدايل لو قربنا شويه كده بالكاميرا ممكن نلاقي ان الفينيشنج بتاع الدايل مش افضل حاجه، ولكن خلينا نفتكر برضو سعر الساعه كام. الكراون بتاع الساعه بيجي بنظام بوش اند بول. حجم الكيس بتاع الساعه تقريبا بيكون 26 و33 ملم، وبرضو موجود من ساعه الابسو تانك ده حجمه اكبر لو انت حابب او انت معصم ايدك بيكون كبير، ولكن ما انصحكش لو انت معصم ايدك صغير ما تلبسش الكبيره لان هي هيكون شكلها بايخ. الاستراب بتاع الساعه بيجي من الليذر الجلد، ولكن مش افضل حاجه في الجلد خالص طبعا، يعني انا شايف ان خامته وملمسه مش يعني لو استخدمت الساعه كتير يعني هتحتاج انك تغيره بعدين. الساعه اصلا تصنيع صيني ولكن اصليه، والمكنه اللي جواها ياباني، وده شيء مميز، يعني ان انت تشتري الساعه دي ويكون مكنتها ياباني فشيء يعني جميل مش وحش. وخليني برضو اتفق معاك ان انا لسه ما اعرفش مع تجربه الساعه دي هل السيلفر اللي فيها هيعيش ولا هيبهت الوانها هتروح. خليني دلوقتي اوريك الساعه وكمان الستايل بتاعها. البلاستيكيه دي بتيجي معاك، دي شكل الساعه من ورا مكتوب عليها ستانلس ستيل باك ووتر ريزيستنس، مكتوب عليها الريفرنس نمبر بتاعها. زي ما قلت لك الجلد بتاع الساعه لو انت شايف هو مش وحش، ولكن الجلد ده ممكن يتاكل مع الوقت، فانت هتحتاج تغيره. وبرضو مقاس الساعه ممكن للبعض تكون صغيره فانت ممكن تبص عليها. السمك بتاع الساعه زي التانك بالظبط الكارتيه اللي هو 6 ملم، والجيوشيه دايل جوه. وعندك العقارب اللي هنا العقارب لونها اسود في الساعه مش ازرق زي ما هو في كارتيه، ولكن مش مشكله. 90% 95% من الساعه شكلها شكل
كارتيه تانك بالظبط. ده كده شكل الساعه على ايدي. الساعه شكلها مش وحش، جميله جدا كستايلش. عايز انوه لنقطه، انك لما بتشتري ساعه زي كده ما تستعيبش نفسك، لان انت في البدايات، وعلشان تبدا انك تجيب ساعه بالاف الدولارات مش هكدب عليك واقول لك انا هروح اجيب ساعه مثلا كارتيه تانك ب 5000 دولار. خلينا برضو واقعيين، وخلينا نبدا حبه حبه، سلامه سلامه مع بعض، علشان نجيب اللي احنا محتاجينه. فعشان كده ما تتكسفش انك تجيب حاجه زي كده. لو انت رايح فرح عايز تلبس على بدله هتكون شيك جدا عليك. لو انت رايح خروجه ولابس حاجه فورمال كده وجميله، قميص شيرت بيزك مثلا، الساعه دي هتكون برضو حلوه. او لو لابس شيرت بيزك بس في الصيف هتكون برضو حلوه عليك. هتكون حلوه في معظم اللبس اللي انت هتكون لابسه كستايل اولد ماني. ممكن برضو تقولي رايك في التعليقات. طب الساعه بيجي معاها ايه لما بتشتريها؟ الساعه بيجي معاها الشنطه بتاعتها مكتوب عليها براند ابسو، وبيجي معاها البوكس طبعا بتاع الساعه، وكارت الضمان بيكون معاها ضمان سنه، طبعا ضمان الوكيل بيكون. وده البوكس بتاع الساعه، برضو مش افضل حاجه بوكس كرتون يعني. دي كده الساعه هتجيلك بالشكل ده، وهيكون معاها الشنطه الكيوت الصغيره البرتقالي دي. سعرها 999 جنيه. ولو انت حابب تطلبها الساعه متوفره عندنا، ولو عايز تطلبها من عندنا هتسيب لك بس التفاصيل تحت في الديسكربشن. بيجي معاها البوكس وكارت الضمان والشنطه زي ما قلت لك. ونسيت اقول لك ان الساعه في منها لونين، في اللون الاسود في الجلد بتاعها، وفي منها برضو اللون البني. البني ممتاز جدا طبعا، انا بحبه، احلى ستايلات الساعات اللي ممكن تلبسها. فيديو النهارده كان عن الساعات الافوردبل اللي هي سعرها حنين، و90% من اللي بيتفرج على الفيديو ان شاء الله يعرف يشتريها. ولو حابين سلسله الفيديوهات دي ممكن تكتب لي في التعليقات، وممكن تقول لي ايه البراند الجاي اللي احنا ممكن نتكلم عنه. او لو حابب اي ساعات تانية يكون سعرها نفس السعر دي او متقارب، ممكن تقول لي في التعليقات برضو، وانا ان شاء الله هعمل لكم فيديوهات اكتر عن الموضوع ده، علشان كلنا نحب الساعات وكلنا في نفس الوقت نقدر نشتريها. وخلينا افكرك تاني ان اللايك بيساعدنا جدا ان الفيديو ينتشر، وبيساعد القناه ان هي تكبر، وكمان الاشتراك هيخلينا نوصل ل 20000 مشترك على اخر الشهر باذن الله. واكيد طبعا هيكون بيكم باذن الله، وربنا يوفقنا كلنا. ورمضان كريم عليكم. انا معتز وبحب الساعات. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.